بص شكل الشاطئ عامل ازاي، خشب متكسر هناك، معرفش ده ايه ده يعني. بص شكل الرمل عامله ازاي، تقريبا في انشاءات او حاجه زي كده. بس هل يعقل ان انا هدفع 300 جنيه في شاطئ زي ده؟ اول حاجه سعره غالي، يعني ده من الشواطئ اللي انا كنت جاي وكنت عايز ارشحها، لان انا فاكر ان الشواطئ زي زمان، زي ما كنا بنجيها زمان. بس الشاطئ هنا عامل 300 جنيه. هنشوف شواطئ كتير في اسكندرية ونعرف ايه افضل شاطئ في 2025، وهل الاسعار دي مناسبة بالنسبة للشواطئ. رقم واحد شاطئ 6 اكتوبر. شاطئ 6 اكتوبر الخاص بفنادق القوات المسلحة الموجود بمنطقة الانفوشي في بحر. سعر دخول النادي 20 جنيه، وسعر دخول الشاطئ 150 جنيه، وكمان في خدمات ممتازة في المكان. اللي بيميز شواطئ القوات المسلحة الأمن اللي موجود في المكان، وكمان نظافة الشواطئ مفيهاش زبالة. وده شكل فندق 6 اكتوبر من جوه. واللي بيميز الشاطئ ده ان فيه جراج عربيات. تاني شاطئ معانا هو شاطئ السلسلة. شاطئ السلسلة يعتبر من اشهر الشواطئ الموجودة هنا في اسكندرية واحسنهم، وناس كتير بتحب تفضل الشاطئ ده، ويعتبر ده الشاطئ المفضل بالنسبة للاسكندرانية. سعر التذكرة 15 جنيه. اللي بيميز الشاطئ ده السعر بتاعه، سعره يعتبر رخيص جدا بالنسبة لشواطئ تانية موجودة هنا في اسكندرية. من أفضل الشواطئ اللي ممكن تقضي يوم كامل عليها ومش هتحس بزهق، فممكن تاخد أكلك وتستمتع بأجواء البحر على شاطئ السلسلة. شاطئ ستانلي هو واحد من اشهر الشواطئ اللي معروفه هنا في اسكندريه، وكمان شاطئ عمره اكتر من 50 سنه، واللي مشهور بالنسبه للاسكندرانيه وبالنسبه لناس ثانيه كتير. سعر التذكره 25 جنيه. يا عم خلاص. ويعتبر شاطئ عائلي وفيه شباب كتير بتيجي هنا الشاطئ ده. الله لا. والمميز كمان في الشاطئ ده ان في كباين بتتأجر باليوم، ممكن كمان تأجر الكابينة سواء عائلات او حتى شباب. من الشواطئ اللي دايما كان ليها ذكريات مع المصريين شاطئ عايدة في المنتزه. بص شكل الشاطئ عامل ازاي، خشب متكسر هناك، معرفش ده ايه ده يعني. بص شكل الرمل عامله ازاي، تقريبا في انشاءات او حاجه زي كده. بس هل يعقل ان انا هدفع 300 جنيه في شاطئ زي ده؟ انا شايف ان الشاطئ يعني عادي جدا واقل من العادي. شاطئ المنتزه الصراحة ليه عيب كبير جدا. أول حاجة سعره غالي، يعني ده من الشواطئ اللي أنا كنت جاي وكنت عايز أرشحها، لأن أنا فاكر إن الشواطئ زي زمان، زي ما كنا بنجيها زمان. بس الشاطئ هنا عامل 300 جنيه، تمام. والشاطئ يعتبر غالي جدا بالنسبة للمستوى، ان انا فاكر نفسي بقى ان انا جاي من منتزه وهقعد في شاطئ كويس سعره كويس. الشاطئ هنا يعتبر غالي جدا بالنسبة لسعره. فالصراحة انا كنت عايز اخشه، بس انا مش هينفع ارشحه لان الشاطئ يعتبر غالي جدا. والشاطئ يعني كنت متوقع ان هو يكون احسن من كده، يعني زمان الشاطئ دي كانت احسن شواطئ في اسكندرية. النهارده انا حاسس ان هو مش احسن حاجة. اكتبوا لنا في التعليقات، هل الشاطئ ده يستحق انك تدفع فيه 300 جنيه؟